أهلا أهلا وسهلا أهلا 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 وسهلا، نورت والله. مساء النور مساء النور، كيف الحال؟ ايش الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا تمام بصحة وعافية. مش عارفة إذا أنتم تسمعوني أو لا، إذا الصوت واضح أو لا. يا ريت بس نضغط لايك ونشارك اللايف علشان اليوم نتكلم بموضوع جدا مهم. يا أهلا يا أهلا، نورتوا. الصوت واضح عندكم أم لا؟ أهلا أهلا. نسمع الصوت بس نحتاج التواصل. أوكي، كيف حالكم؟ اسعد الله مساكم بكل خير، ان شاء الله تكونوا تمام بصحة وعافية وسلامة ورزق ومال وعمال ان شاء الله، وجمعة مباركة ان شاء الله مقدما عليكم كلكم بإذن الله. يا الله الأجواء باردة. شاركوا اللايف علشان اليوم راح نتكلم بموضوع جدا 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 مهم يخص حد معروف بالسوشيال ميديا. انتم دائما تحبوا الفضايح، وهذا لازم انني ارد عليه يعني بالعلن، ما ينفع انني ارد عليه بالخاص، لانه اللي عمله معي هو بالعلن وانا لازم ارد له بالعلن. حمد حبيبتي منورة، شكرا. بس شوية بس تجوا كلكم. نوصل بس 300 وابدأ اتكلم. شاركوا اللايف لو سمحتم. ايوه في فضايح وفي قوايل وفي رد لازم اني ارده، لان الناس اللي زي كده لازم اني ارد عليهم بصراحة. اوكي اوكي، انتم يا جماعة دائما تعرفوا انه اني عمري ما غلطت على احد. خليني احط النعنع هذا لحظة. انتم دائما تعرفوا انه اني عمري ما غلطت على اي بني ادم طول ما اني كنت بالسوشيال ميديا، او من يوم ما ظهرت على السوشيال ميديا. عمري 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 ما اذيت احد، ما ضريت احد، ما اذيت، ما غلطت، ما جرحت، ما قللت من احد، ولا حرضت
انه احد يعمل مثلي، او انه اقلل من شأنه، او انني اعمل نفسي انني المثقفة واو يعني، وابدا اقد الكلام هنا وهنا وهنا. لكن في موضوع حصل، انه انا قبل يومين دخلت في لايف احد الفنانين في التيك توك، واللهم صل وسلم، كان اللايف تبع الأستاذ خالد البحري، الممثل خالد البحري، وكان موجود في اللايف الممثل نبيل الآنسي، وكان موجود في اللايف التيك توكر يحيى مجلي. تمام. دخلت سلمت، يعني سلام عادي جدا، ما في بوش أي حاجة. قلت سلام، كيف الحال، إيش الأخبار، إيش مسوين، إيش عاملين. تارين كلهم ردوا الحمد لله تمام، ما عدا الاستاذ نبيل الانسي ما ردش عليا. يحيى قال لي قبل كلمه كذا خاصه بيني وبينه. بعدين نبيل الانسي قال انه من هذا، قالوا لها نادي الرديني، قال لهم تفو لعنة الله عليها وما تشرفها اليمن. من أنت يا حشرة، يا بعوضة، يا جرثمة، من أنت عشان تقيم، ولا من أعطاك الصلاحية علشان تقول لحد إنه ما يمثل اليمن؟ أنا أمثل اليمن أحسن منك. أنا في يوم من الأيام كنت سفيرة اليمن في جامعة الدول العربية في مصر، وقفت مع طلاب، وقفت مع أمراض، وقفت بكثير مبادرات، وقفت بكثير حاجات. أنت إيش سويت فيها؟ إيش عملت؟ أنت إيش قدمت اليمن؟ قدمت زنبقة؟ ثالثكم يا خواتي، إيش قدمت؟ في الوقت اللي أنت جالس تلبس ملابس أمك وأختك ومدري مرتك، وطالع على الشاشة تمثل دور زنبقة، مدري زنبوق وياي، أوكي. إحنا كنت عندي حاجات ثانية أسويها بحياتي، فمالكش أي حق إن أنت تصنف من هذا اللي يمثل اليمن، ولا أنت تمثل اليمن، لا أنت ولا من أشكالك 1000 يمثلوا اليمن. اليمن لها رجالها، لها ناسها يمثلوا اليمن، مش أنت. وعلى فكرة بقول لك شيء، الناس ما بقول للناس شيء، الناس ما تعرفوش عنك. الناس ما تعرفش إن أنت جاي، إن أنت عندك ميول أنثوية من داخل. أنا أتحدى ممثل واحد أو رجل ابن رجل من صلب رجل فحل يمني يقبل على نفسه انه يلبس ثياب بنات ويطلع على الشاشة اليمنية. ليش ما قبلوش الممثلين الثانيين الدور؟ ليش؟ لانه اصلا هذا الشيء غريزة من داخله، حب. على فكرة كلنا احنا بدينا بالتمثيل، وما حدش بيمثل دور حرمة وبيتقمص شخصية حرمة اللي هو من داخله ميول، من داخله يحب الشيء هذا. فكفايه خوف من المجتمع، واخرج القحباء اللي داخلك، وعادي وعبر وقول للناس انا جاي وانا عندي ميول وانا هكذا. ايش معنى لا الادوار النسائيه انت تتمكن منها؟ ليش الادوار النسائيه فقط اللي انت تتمكن منها، والادوار الثانيه ما تعرفش ابدا؟ صح. وحنبت بشخصيه زنبقه لان هي اللي ظهر لك للناس، اوكي، ظهرناك للناس لانه انت ابدعت فيها، لانه من داخلك انت حابب الشيء هذا، انت ترتاح من داخلك وانت تلبس ملابس امك، ملابس خواتك، ملابس مرتك. عادي، انا مش ضد الميول هذا، عادي ما ليش اي حاجه. حتى كان شلي فلت. انا مش ضد الميول، هذه حريتك الشخصيه، انت تقول لي تشتي تعمل شيء، ما ليش اي علاقه. بس ما لكش اي حق انك تقول لي انا امثل اليمن، وانت اللي شوهت بصوره اليمن، وشوهت بالدراما اليمنيه، وشوهت بصوره المراه اليمنيه وبجمالها، وشوهت بالتمثيل اليمني، شوهت بكل شيء شوهت. احنا ما عندناش بنات بالاشكال اللي انت طلعت فيها، ما عندناش بنات تقول ايه وهذيك الصوت المعزه، ما عندناش احنا بنات يطلعوا يتقفزوا فوق سيارات ولا هكذا. المراه اليمنيه لها مكانها، لها احترامها، مع كامل احترامي لكل طاقم العمل، مع كامل اني اتكلم عليك انت شخصيا واقولها قدام الناس.
ان انت جاي شاذ جنسيا، عندك ميول انثويه من داخل، واني مسؤوله على قد كلامي هذا لاني اني عارفه، وكلنا احنا بدينا بالتمثيل، وكلنا احنا كنا نلبس ثياب بنات، نرتاح من داخل نفسيا، نعيش الدور، نصدق نفسنا احنا نعيش الدور من داخل. فلا تكونش تعطي كلام من راسك وتقول لفلان انت تمثل اليمن ولا ما تمثلش اليمن، ولا لا انت تمثل اليمن ولا اني امثل اليمن، ولا اني امثل اهلي ولا امثل اصحابي ولا امثل اي احد. تمام؟ ولا انت تمثل نفسك، تمثل نفسك الا اذا انت تمثل امك وخواتك وزوجتك، هذا شيء ثاني، بس ما تمثلش لاي احد من الثانيين، لان انت شخص جاي، شخص عندك ميول. عادي تجي تتحول، قول لي انا بساعدك، والله بساعدك، بس تدري ايش الفرق؟ ان انت لهبت مني وقلت هذه الكلمه. الفرق ان انا عندي مؤهلات وعندي فلوس طلعت، وانت بقيت زيك زي ما انت، او بالاصح لحظه اسفه اني غلط واخترت الكلمه، زي ما انت، عشان انت ترتاحي اكثر يا نبيله يا بنت الانسي. اوكي؟ انت ترتاحي بهذه الحاجات، لان تدري ليش انت زعلتي؟ ليش اني طلعت؟ وليش اني ما مثلش اليمن؟ وليش انا اخترت؟ لانك انت حرمه كبربر، انت خلاص زمنك عدى وراح يا حبيبتي. انت اللي زيك يا حبيبتي قد تخرجوا، انتهوا، انت خرجتي من تحت الشبك، تقول كلب بلدين. تمام؟ فاضبطي كلامك واضبطي لسانك، لانه وقعتي ببلاعه مستحيل تتنظفي منها. اكيد في حد داعي لك، قال لك مصيبه وربنا جابك لعندي، لانه انا لسان تتغسل 7 حواري، لقفي مغسل ببول، يعني بتمضمض فيكي من الضرس ذا للضرس هذا. اوكي؟ هذه رساله لك يا نبيله يا بنت الانسي، او نبيله الانسي، او ثالثكم يا خواتي، او زنبقه زنبوق ما اعرفش ايش. تمام؟ هذه الرساله لك، هذه اول شيء. وبعدين ما فيش داعي ان انت تقولي عيب وحرام ومدري ايش. اذا كلنا احنا ملاعين، كلنا احنا ملاعين، انا داخله النار وانت ايش؟ انت متشبهه بالنساء. اوكي، انا داخله من العادي، انا شاذ، انا متحول، انا مهند الرديني، انا هناد الرديني، انثى طرق عنك وعن الشعب كله وعن اي احد، واكبر شنب طرق غصبا عنه. اني انثى واني هناد الرديني. العنف في بك انت يا عجوزه يا كبربر اللي ما حدش عبرك، وانت وجهك معطف، اشتريك تريلا تفحط بوجهك عشان يفتك يتسانى. تمام؟ فلا تجيش تهدري وتألفي من راسك كلام، ولانك على اساس انك شخصيه مشهوره. ايش خفي علينا يا ياسمين صبري، شخصيه مشهوره ولا غاده عبد الرازق، خفي علينا قليل. قد ما حدش يعرفك الا دخلت اليمن، وستظل لعنه زنبقه على طول تلاحقك لما تموتي انت واهلك واولادك واولاد اولادك. سألوها في البث، قالوا لها انت ندمانه على شخصيه زنبقه؟ قالت لا. ليش؟ قولوا لي ليش. وين؟ ها، يعني ماشي شكل القوى بالغ، ولكن 99% لم اندم على تقديم شخصيه زنبقه. يعني ماشي شكل القوى بالغ. شفتوا؟ ولكن قال انه مش ندمان على شخصيه زنبقه. قلت لكم ان هذا الشيء عنده ميول من داخل، هو حابب الشيء هذا. فنصيحه مني لك يا نبيله او يا نبلبل، خليني ادلغك يا نبلبل، اخرجي الانثى اللي داخلك، اخرجي، او بالاصح القحباء اللي بداخلك، لانه شغلك شغل خالات، شغل امهات، مش شغل ناس راقيه، ناس مثقفه، ناس واعيه. تمام يا عجوزة الويل؟ قطعت لي نفسي، الله يقطع سرتك ان شاء الله. فقلت لك انت متشبه. لو انت مش حافظ الحديث اني ممكن اسمع لك اياه. اذا اني بدخل النار انت خليتي عرش الرحمن يرقص لحقين، ديري سامبا، خليته كذا يرقص.
فلا تجيش تتشارفي ولا تجيش تشوفي ان انتي واو والتوب ويا ارض تهدمي عليكي قدي يا حبيبتي، وانتي اخرتك زماطه زماطه. الناس ما تعرفيكش، متغطيه بالشرشف بالشنب، متغطيه من الطرف للطرف، تقولوا برقع اماراتي. وانا اقولها علنا، انتي شخصيه جاي، عندك ميول، وبعيدها مليون الف مره، اوكي، عشان تتعلمي كيف تتكلمي مع ناس احسن منك بمراحل. حدك الحمد لله انك انت دخلت اليمن، بس مش مشهوره باليمن لا ذمر لا عدنا. الحمد لله كنت فنانه عربيه. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ بتشم الارض جيفه؟ جننتي حبيبتي. وبعدين حتى اللي عاد تجيش تتشاركي، سيبي الشرف لاصحابه، تمام؟ سيبي الشرف لاصحابه، لان كلنا احنا يا حبيبتي بنفس المقلع، اوكي؟ كلنا احنا بنفس المقلع. انا ما انكرش، انا سويت الدنيا والاخره، بس انا صريحه مع الناس كلها. انا صريحه مع الناس كلها، قلت واحد اثنين ثلاثه. العيب والبلا في بك، اللي مسترجله الصباح لابس الالي وبالليل يطلع فوقيه صاحبي. موضه صح، قزعتوها داخل صنعاء او داخل اليمن، صح موضه. عيب، استحوا على نفوسكم، استحوا على نفوسكم. اللي تاريخه يا حبيبي فضايح، لا يجيش يعمل نفسه يعمل نصائح، وانه يهدر، وانه ينصح، وانه يسب، وانه يحط نفسه انه اي واحد يمثل اليمن ولا ما يمثلش اليمن. ايش دخلك انت بهذا الشيء؟ ايش دخلك بهذا الشيء؟ مالكش دخل، مالكش دخل ابدا، مالكش دخل. بعدين يا حبيبتي لا تنسيش ماضيك، لا تنسيش ماضيك، ايش كان بالسعوديه وعدن ومصر. لا تنسيش ماضيك، ايش كنتي تسوي، اوكي؟ وانا عندي دلائل وعندي صور وعندي حاجات وحاجات، بس في كثير ناس دخلوا لي امس وترجوني رجاء انني ما انشر، بس اني بعرض حاجه بسيطه، بس حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. او بالاصح خليني اذكرك برموز الناس ما راح تعرفها، انت اللي راح تعرفيها بس، اوكي؟ انت راح تعرفيها. البيت اللي في السعوديه، الديوان اللي تخزنه مع الفنان الدبدوب اللي معه العود، وتخزنه ببيت واحد اسمه بداية اسمه ميم. ايش تسوي كنتي يا فنانة يا نجمة الجماهير؟ ايش كنتي تسوي؟ وتخلصي من الجلسة من القاعة، تدخلي الغرفة الثانية اللي فيه بالاضواء، تمسكي المايك تغني على اللي قرأ. اقول ولا خلاص عرفتي المكان، ولا ازيد اوضح اكثر للناس؟ انا عادي، ما عنديش مشكله، انا ما عنديش حاجه اخسرها، بايعه الدنيا، لا عندي اهل ولا عندي اخوان ولا عندي حبايب ولا عندي عزيز ولا عندي غالي، بايعه الدنيا وما فيها، ما فيش حاجه تمسكوا عليها. ايش بتمسكوا عليها؟ تمام يا حبيبتي؟ ولا نسيب هذه الحاجه على جنب، ولا افتح تسجيل اسمعك واحد من الشله حقك؟ ما عنديش مشكله، ممكن اني افتح التسجيل لو انتم تشتوا. انتي طلعتي اللايف ذاك اليوم وسكرانه وتسبي لي وانتي سكرانه، وانا يا حبيبتي طالعه لك بلاك زيك، اوكي؟ يعني بسوقك نفس ما انتي تسوقيني وسقتيني ذاك اليوم. ف المشكلة أني مستحية من الناس، والله أنني مستحية من الناس، ولا أفتح التسجيل. أوكي الناس طلبت عشان ما يقولوش حاجة. يمكن تتذكري الصوت هذا حق صاحب السعودية، يمكن تتذكري الصوت. هلا وغلا وقلت هلا، كيفك يا هنادي؟ وحشتيني، اخبارك؟ اما انا كنت شي اكلمك بحاجة.
بس بالله ما حد يعرف إنني قلت لك أوكي. أريد الآن لا يهوش ولا ينسى إيش هو كان بيعمل في السعودية. كنا نخزن سوا، يجلس ويجي أصحابنا ويتدلع ويجي يتكلم زنبكة ويجمعايا وفك نفسه. لا ينسيش إيش سوى أبو الحيمي، لا ينسيش إيش سوى معانا، لا ينسيش كان جست عشان إيش مصطلح وأنا جس أقلب عليه. يعني دحين خلاص قدوم مشهور ومدريش إيش ويشوف نفسه. لا حبيبي، هو معروف من هو، يعني لا يكون يعمل هذاك الرجال ومدريش إيش. انتم طلبتوا، انا ما كنت حابه انني اطلع. اوكي، انا ما كنت حابه انني اطلع، انتم اللي طلبتوا. ولا اذكرك بحاجه ثانيه احسن لو انت ما تذكرتش الصوت، بحكم ان كثير ناس اللي تلاقيهم بعدن، على خط الكورنيش، على خط السريع، الخط البحري، الغرفه اللي في فندق فينيسيا. تذكرين ولا اذكرك؟ وان كنت ناسي افكرك. جرى ايه يا اختي؟ جرى ايه يا ابره مصديه في كومة قشي مستخبيه؟ عشنا وشفنا يا ايحة يا قبيحة اللي بترشيش لا كولونيا ولا ريحة. ولا مصر، ايش رايك بمصر وانت شاربة دبة العسل زي ما قالوا بالبث ذاك اليوم لما سبيتيني، قالوا شاربة دبة عسل. لما رحتي المهم واحدة من الشلل اللي كنت تقابليها في مصر قالت لي بصراحة وانتم ما فهموها قلم حامورة زي حق الترمس مدهوف لداخل. ايش نطلع كمان؟ عادي، ما عنديش مشكلة، موجودة البنت، دخلت لي من نفسها البنت. سبحان الله، أنا أسوي منشور أجيب قوايلك كلها، أو بالأصح قوايلك، آسفة عشان ما أجرحش مشاعرك. خليني أسمعكم. يا ربي قدمني على فعل الخير. فين واو أنسي يا أختي ده نبيل أنسي يا أختي ده قسم بالله إيش أقول لك، ملا أستحي أني أتكلم حتى. إيش مرة بمصر، إيش مرة لك اليوم وهي آخر يوم مسوي لي فيه بالفحل ومدري إيش والله العظيم لو بلي حقه صبعي الصغيرة أكبر. ها، ما جبتش الكلام من عندي. دول الناس اللي جلست معاهم أو جلستي معاهم يا فنانة، يا نبيلة، يا بنت الأنسي. أهلا وسهلا حبيبتي، انتي مش قدي. وثاني حاجة، اوكي خلينا نخلص من هذا كله. خرجتي من شخصية زنبقة، على قولتك زنبقة، تالتكن يا خواتشي، خرجتي من زنبقة دخلتي للأدوار الرجالية. لا لحظة يا ريت أدوار رجالية، دور قواقع طالع لي. دور مخنوتة، يا مخنوتة يا أنوتة اللي كلك أنوتة. من الممثل أو الرجال اللي بيقبل على نفسه إنه يسوي هكذا؟ من
ليش انت الوحيده اللي تسوي هذه الادوار المخانيتيه، الادوار البناتيه، الادوار المقحبانيه؟ ليش انت؟ ليش ما قالوش فلان وعلان وزعطان والدنيا؟ ليش انت تحديدا بالذات؟ اتمنى رد. لا تقوليش لان هذا شغلي تمثيل. خفي عليه غادة عبد الرازق، ايش من تمثيل؟ على حسن التمثيل حقكم اللي دخلت اليمن، وعلى حسن المسلسلات، وعلى حسن الافكار، وعلى حسن الاداء. خلي لي حالي بس. المهم خلصتي من زنبقة مدري زنبوقة، رحت مثلت دور الرجال على اساس انه شحطة بيني وبينك، يعني الناس ما تعرفش، يعني عادي. الناس متابعينهم اهلي، يعني عادي، عشرة عمر، متعودين يسبوا لي اسب لهم، خلاص تعودنا على بعض، اخذنا على بعض، فالناس ما تعرفش. يعني المعروف في اليمن انه كسر الشرف اعتقد تقريبا ب 200 او 400 آلي، هذا مثل او مش عارف ايش، ما بالك بمكلف تلطمك. بكم لطمنك المكلف؟ سالي حماده بالمسلسل، وحقيقة لطم حقيقي، وشافك دلعثين 40 مليون، او شافك بالاصح، يعني كاسترجلتي بالمسلسل. كم دفعوا لك حق لطمة؟ $1000؟ يا حبيبتي انا يدفع لك دبلها، آلاف مؤلفة، ولا انك تكسري شرفك قدام الناس فوق ما هو قدم مكسور. يا اختي والله العظيم لا تكوني تبهدلي بنفسك على اخرة عمرك، انت حرمة كبيرة، مسكي لك مسبحة وسجادة وجلسي بالركن يا اختي، قسما بالله. استغفر الله العظيم. بس وثاني شيء، لحظة دحين ذكرت، ثاني شيء لما قلتي باللايف، عرفت كلمة أنا ما انساش، لازم انني اتذكر. ثاني شيء لما قلتي باللايف أنا عبارة عن خرم ومكياج، أسألك بالله بأمانة بحق السكر هذه اللي انت تشربي فيه بعسل وانا زيك، يلا تشيز، بأمانة ما عندكمش مرايات في البيت؟ بأمانة الطاقم اللي جنبك ما يقولولكش الحقيقة؟ ما يقولولكش الحقيقة، يعني انه انت كيف شكلك؟ بأمانة يعني انت مقتنعة وراضية ان انت شكلك مرة حلو، قمر، شكلك تجددي السحر حق ام عباس. الصدق لما تتنمري وتسبي وتستخدفي انت على اساس فنانة مشهورة، وتتنمري وتسبي وانت ما تشوفيش وجهك، نص وجهك لقف من الطرف للطرف، سلامات. وجالس تسب لي البنات، وسبيتها اسمها ذيك الممثله هدي المانع، قتل وجهك كما قفل العصيب. وليش انت حبيبي وجهك ايش؟ وجهك كما الفره بعد ما تنحلق، ما تشوفش وجهك كيفه؟ مطاول تقول روتين من حق امس. جننت بكل ما اوتيت من قوه، جننت. فلا تكونش تنمر على احد ولا تسب على احد، اقصد تسبش على احد وانت في بك كل العيوب، يا عجوزه يا كبربر اللي وجهك معطف زي قرطاس البفك. انت غرتي لشاني احلى من مرتك. اذا انا اطالب، هذه رساله لمرت نبيل او نبيله بنت الانسي. المهم هذه رساله مني لها، لو سمحتي يا اختي اتمنى يعني هذه لمصلحتك، انك تشلي زوجك او زوجتك او حلبه وحمر سحاوق، انت ما ادري بصراحه، تشليه داخل بالدي او سطل او حوض ماء دافي، وافلخيه وجلسيه، شوفي انه بتبقبق ولا لا، واذا ما بقبقت تعالي لطميني بالصندل. ايش عادك تشتي؟
ولا شليها على الفحص الشرقي، خفي بق مقحابة مبطنة داخلية ما حدش يعرف. فانتبهي على ألفاظك معي، لأنه أنا ما بسكتش زي الناس الباقين اللي أنت بتطلعي بتسبي بتناقمي بتمزحي، أوكي، وتحسبين أني بسكت لك زيهم. لا يا حبيبتي، لا يا ماما، أنا عندي كده البنات مزناوات العيال 2 في 1 متحولة، يعني بدخلك البحر بطلعك ناشفة وبلبسك ثيابك مقلبة يا أمي. ما قدرلي الشعب بتقدري لي انتي بتقدري لي انتي. جننتي بجد، جننتي. ما قدرليش أكبر شنب داخلت اليمن، شعب كله ما قدرليش حاربني، بتجي انتي. استغفر الله العظيم. بس فهدي، لانه انا احتراما للناس والله العظيم اني احتراما، لاني والله العظيم ان لسانتي فعلا مغسله ببول. انا انسانه ما استحي، واكبر دليل اني طلعت الان اوجه لك الكلام هذا قدام الكل، يعني اوريك اني ما استحي ولا خايفه ولا ضاربه لاكبر كبير كرت. فانت على قولتك فنانه، وعلى قولتك مشهوره، وعلى قولتك مثقفه، وانتي هايا الناس اللي ما تعرفوش عليك الا القله، اوكي. ف يا ريت انك تتكلمي بادب، طالما انني ما غلطت عليك، طالما انني قلت السلام عليكم كيف الحال ورحبت، ما سبيت، ما حصلش اي كونتاكت بيني وبينك بيوم من الايام، ما حصلش اي حاجه بيني وبينك. فاتمنى لو انت مش متقبل او ما تحبش او ما ترتاح ليش، خلاص اعمل سكيب، طنش، اعمل نفسك انك ما شفتش الكومنت، اعمل نفسك ان انا مش موجوده، كمل كلامك. فلا بس لا تجيش ان انت والله فلان نبيل رد عشان قال مش عارف ايش، عشان ليش على فكره هباله تحسب ان انت بتضحك كذا. لا والله، لا والله انك انت ما تضحك، اقسم بالله انك ما تضحك. ف يا ريت بقول لكم على حاجه، اقسم لكم بالله يا جماعه، هيقدم الفيديو ده في ملف الهجرة، ما رح يقبلوه ما رح يقبلوه، ما يقبلوش عجايز، بدهم ندر العجزة. بقول لك خلاص دفعتها تخرجت زمان ايش من اللي قعد على اخرة عمرها، ايش بتجي تمثل هنا زنبقة وزنبوق ايش بتجي تسوي هنا؟ خليها تعيش الدور، تمام، خليها تعيش الدور، بس ما بتجيش عليها تعيش الدور. ما فيش ممثل يمثل على ممثل، اوكي. فاني مش يعني صح نسيت كان معه مشهد، حبيت انني اقدم له هديه، بس هذا المشهد. خذين حاليات خلاص، خذين حاليات خلاص عشان يمثل، خذين حاليات عشان يمثل بتمكن بالسنتيانة. فاني جبت له هديات، تتوقعوا ايش؟ تتوقعوا ايش الهدية اللي جبت له؟ سنتيانة، عشان يكون يلبسها بالمسلسلات والمشاهد القادمة، ويكون ولا الشخصيات القادمة أحسن، بدل ما يكون يتعب على مقاسه. والله على مقاسه، على مقاسه والله. زمن أكبر والله.
على العموم كيف الحال؟ لا نسيتي انا فخم عشان يناسب اسمه ده، عشان يناسب الاخت نبيلة الانسي في ادواره، وعشان اوري لنا اني ذواقه. وعلى فكره غالي والله، غالي، يمكن بحق 15 حلقه، اجر 15 حلقه من المسلسل حقه تقريبا، من فيكتوريا سيكريت. والله حاجه مره كلاس، عشان ما يعوروش وهو يمسك وهو يطلع يمثل. تنشلي ابو عظم؟ لا لا والله بوش، عشان ما يعوروش، يختصر له. على العموم كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ انا لي تقريبا سنه او اكثر من سنه ما افتحش لايف، دائما افتح بالتيك توك او متواجده اني في السناب. كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا تمام بصحه وعافيه وسلامه، وكل سنه وانتم طيبين. وبدايه السنه نبيله بنت الانسي مش راضيه تبدا سنه زي الناس، ضروري سنه من حق الجن، وانا عادني محترمه اليوم بالكلام، ولا قادره انني اكتر، بس قلت عيب خلوني محترمه عشان الناس، وما في اني اطلع اكثر، احتراما للناس اللي قالت عيب، الشخصيات اللي كلموني قالوا لي عيب ما يصلحش، انت اكبر من كذا، والمفروض اني قالوا لي ما اردش، بس لازم ارد، لازم ارد، لانه من اشكالها لازم ترد عليهم بالعلن، اوكي، مش بالخاص ولا بالسكتة ولا بخوف ولا شيء. زي ما هو او هي ثبت لي وتكلمت عليا وقالت كل الكلام في اللايف، واللايف موجود مصور، لازم ارد لها بالعلن. يعني ما ينفع انني ارد بالخاص ولا اقول عيب ولا كذا ولا كذا، لازم ارد بالعلن. فخلاص رديت، واذا هي تشتي ترد عادي، انا مستعده ارد، بس الرد اللي بيجي الثاني بيكون اخص من كذا، تصدقوا، لان هذه المره انا احترمت الناس بس، لكن المره الجايه لا، ما راح احترم حد، لانه اني ما اهمش حد، ولا ضاربه كرت لحد، ولا عندي صغير ولا كبير ولا حد، اسوي اللي اشتي بكيفي بمزاجي، ما حد يسالني اي شيء ولا شيء. على العموم ما بطولش عليكم، ان شاء الله تكونوا تمام بصحة وعافية. خلوني اتكلم معاكم، كملي ما اشوفش طبعا الكومنتات من اول ما كنتش اشوفها، لانه بصراحة مغششة كثير وبس. منورة، شكرا يا عمري، والله نورك. ايش الجديد؟ كيف السنة معكم الجديدة؟ ايش عاملين؟ ايش الاخبار؟ كيف شكلي؟ كيف الميك اب؟ تقريبا خلاص قضى وقت انني اقفل، ان شاء الله بوعدكم اني افتح لايف ثاني وابسطكم اكثر، ونتكلم بس بعيدا عن نبيلة والمخناثة حقها، بعيدا عن نبيلة وحقها وقرفها والمقحابة حقها، لانه ما بيكونش حاجة حلوة، لان لسانتي قلت لكم خرق بانفل الصغير والكبير. صح نسيت، بس بردها قبل ما اغلق اللايف، بردها. الميك اب تحفه، شكرا يا عمري. على العموم سنه سعيده عليكم، وخلاص اعتقد انه كفايه هكذا، واني لازم اني اطلع
لازم انني اطلع. ايه الساعة 9 لازم انني اطلع وبس. فشكرا لكم الحضر، واتمنى ان اللايف يوصل له. اكيد بيوصل له، او بيروح اليوتيوب او اي مكان، اكيد بيوصل له او بيوصل لها. فنانتنا القديرة، نجمة الجماهير، نجمة صف اول، نجمة الشباك. يا الله. اوكي، فكل الحب لكم جميعا. وردا على التفلة اللي تفني ياها نبيلة الآنسي، أنا برد لك ياها بس مش لك. هذه فوق الشفرات حق السمبوسة حق أمك، أوكي؟ عشان تتأدب، عشان ما تكونش تفل حد أنت ما تعرفوش ولا حصل بينك أي موقف. وإذا أمك ميتة قعدني أبول فوق قبرها كذا بول. وهذه الطفلة ثانية عليك وعلى اللي خلفك. يلا باي.